قول اسمك. شوي 16 سنة. أنا كنت متصاب طلق ناري في الإليا اليمين في الظهر، منطقة مسبيرو ساعة الحادث. أنا كنت محضرتش المسيرة من أولها عشان كنت جيت من المدرسة نمت، اتأخرت شوية في النوم. فلما صحيت بالظبط كانت الساعة 4، فمسافة من فوق على التلفزيون 3 دقايق، اتغديت ونزلت على طول. لما نزلت كان الضرب كان شغال في النفق عند النفق، فعديت أنا بسلام كان كل اللي معانا بسلام عدوا. بعد كده دخلنا شارع الجلاء، كل ده بسلام ومفيش أي حاجة خالص. دخلنا مسبيرو، مسافة لما دخلنا 3 دقايق بالظبط الناس كلها في حالة وحشة خالص، الناس كلها غرقانة في الدم، الرصاص شغال عليهم. هل حصل اعتداء من المسيرة على قوات الشرطة أو الجيش؟ احنا طالعين بورد وصلبان خشب وورق. طب ازاي احنا رايحين ومعانا اطفال يعني اطفال ومعانا سيدات، ازاي احنا رايحين نعتدي على ناس ومعانا اطفال وسيدات؟ اللي واخد امه، اللي واخد خطيبته، اللي واخد مراته وعياله. لو حد هيرضى لابنه ان هو ياخده وهيوديه مكان يتضرب فيه، يعني مفيش حد يعمل كده خالص. احنا طالعين مظاهرة سلمية من شبرا، كل الناس شافتها، كل الناس عرفت بيها. الحمد لله ان احنا شهدنا في المسيرة دي ان احنا ولا كلمنا حد ولا هتفنا هتف ضد حد ولا يعني حرضنا حد على حد. احنا كنا ماشيين سلمية وكنا فرحانين ان احنا ماشيين، فرحانين ان احنا مسيحيين بجد. قررنا ان احنا نكون يعني اولاد المسيح. فلما رحنا هناك في مسبيرو، انا كنت عند الشارع اللي فيه كورنيش؟ لا مش كورنيش، لسه موصلناش الكورنيش. الشارع اللي فيه الملحق التجاري. انا وقفت شويه قدام على اول، لقيت بقى الاحداث بقى جاريه ومحدش، والناس عماله تقول محدش يخش محدش يخش. ولقيت الناس طالعه واخدين رصاصات في دماغهم في مناطق بالظبط، يعني تموت. ان هو واخد رصاصه تموته مش حتى تعيشه. انا لما شفت المنظر واعصابي انهارت، زي اي انسان بيتفرج على واحد نفسه زيه انسان مذبوح قدامه. طب انت كنت بعيد شويه عن الضرب، الاصابه دي جات لك منين وازاي؟ لا انا حكيت لك بالظبط. انا بعد كده دخلت جوه خالص عند العساكر. هما في منهم ضرب طوب شريط، يعني شريط ما يقولكش قد ايه ضرب الطوب، واحنا عاملين نقول سلميه. هما ليه كده؟ يعني ليه احنا مع اننا كنا واخدين اذن منهم عشان مسبيرو، خد اذن منهم ان احنا نقعد في مسبيرو 3 ساعات. قاعدين في مسبيرو 3 ساعات. مين اللي ضربك؟ الجيش. هل حد على المدرعه ولا عسكري بيحمل؟ لا الحمد لله ما جاش جنب المدرعه. بس الاصابه جات لك منين بالظبط؟ لما كنت واقف هناك حصل الضرب كله. فكنت واقف بقى مشغول بحاجات كتيره، ففي واحد جه قال الحقوا على الكورنيش، الناس بتقع مش لاقيين حد يشيلها. انا رجعت ودخلت الشارع. مسافه لما دخلت الشارع لقيت مدرعتين ماشيين بيلفوا في الحته اللي هي 100 متر 200 متر، بيلفوا بيدوسوا على الناس. والناس شكلها ما توصفش. اقول لك ان ازاي دبابه بالاطنان وزنها بكذا طن تدوس على البني ادم ما يعديش ال 70 كيلو. الاصابه بقى جات لك منين؟ انا لما كنت واقف هناك فكان في واحد خد رصاصه في ودنه، كان بيني وبينه 5 متر، خد رصاصه في ودنه، الدم فزر منه. فانا رحت اساعده اشيله، احط الاسعاف. مسافه ما رحت بوظت عليه اجيبه، خدت رصاصه في الظهر، اديت ظهري للجيش ووشي كان على اتجاه الهيلتون. لما خدت رصاصه وقعت وبص حواليا ملقتش خالص حد جنبي، كله خدوا الواد وخدوا الشاب اللي اتصاب، كلهم جروا.